هل كثرة المعلومات في عصرنا وسهولة إنك أنت توصل لها نعمة ولا نقمة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا يا صديق في قناة أركان، حيث لكل ركن كتاب. الفيديو ده هيكون من سلسلة إحنا ليه بنبقى تايهين. إحنا عايشين في زمن الانفجار المعلوماتي، سهل إنك أنت تتعلم، عندك كورسات، كتب، أكاديميات، جامعات على النت. بس ده بدل ما بيساعدنا بيخلينا مترددين أكتر. اعرف إن المعرفة سلاح ذو حدين، يعني المعرفة من غير تطبيق هتتحول عندك لمصدر قلق. ده اتكلمنا عنه الفيديو اللي فات. وطبعا بسبب السوشيال ميديا بقى عندنا قلق إن في حاجة هتفوتنا، وأكبر عقبة في وقتنا هي إننا مبقاش عندنا تركيز. يعني بقينا زومبي ميديا بدل السوشيال ميديا، لأن عقلنا اتعود إن هو ينط من معلومة لمعلومة بدون حتى ما يستوعبها، أو معلومة لمحتوى تافه لمعلومة لريلز لشورتس لتيك توك وهكذا. تقعد بقى بالموضوع ده 7 ساعات، فده هيولد عندك حاجة اسمها تعفن الدماغ. ببساطة عقلك ما بقاش يفرق بين كويس ووحش، بقى عندنا عمى، وده كارثة. يعني مثلا لو سألت نفسك هو الناجحين يفرقوا عننا ايه؟ ببساطة ان هما بيعرفوا يركزوا لفترات اطول بدون اي تشتيت. طب هل احنا خلاص منقدرش نرجع طبيعي مثلا؟ اكيد طبعا لا. لكل داء دواء، بل ترجع احسن كمان. كل اللي عليك تعمله انك تخلي اول ساعتين من يومك تنجز فيها اصعب مهام. شوف اصعب حاجة بالنسبة لك او مهمة واعملها في أول اليوم، مش تمسك فيها التليفون. في قاعدة حلوة أنا عرفتها وبحاول يعني أطبقها حاليا، ألا وهي 20-80. أعتقد إنها مرت عليك قبل كده. يعني 20% من وقتك يكون للمعلومات، يعني زي ما بقول نظري، وال80% التانية تكون تطبيق، إنك أنت تخش تطبق على طول. يعني 20% نظري، 80% عملي، يعني ترمي نفسك في التطبيق. وافتكر دايما مش لازم تكون خبير، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. يعني بدل ما تغرق نفسك في المعلومات ركز على التطبيق ولو بخطوات صغيرة. مش المهم تعرف كل حاجة، المهم تبدأ بحاجة صغيرة تستمر عليها. سؤال ليك هنا بقى، هل كثرة المعلومات في عصرنا وسهولة إنك أنت توصل لها نعمة ولا نقمة؟ يعني إنك أنت تعرف تتعلم بسرعة وسهولة، هل دي حاجة كويسة ولا وحشة؟ وتذكر دائما حيثما أنبتك الله أزهر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.